هذا الفيديو ملك لقناة الناشرية الجيلية. هذا الفيديو مجرد تحريشة. قبل ما تشوف هذا الفيديو سقم الفراش، سينو راح تجي ماك تعطيك بالكرافاش، باسكو راح نهضروا على ديدين كلاش رابور. بزاف لي فان تاع قناتنا يحبوا الراب، وبزاف يحبوا القرنون نبتة تحتوي النباتات على خلايا نباتية. الشيء الذي يميز الخلية النباتية هو الصانعة الخضراء تحول الطاقة إلى غذاء. صون الغاز تحول الطاقة إلى كهرباء. صون الغاز على وزن بوروباز. هل هذا يعني أن ديدين عضو في البوروباز؟ طبعا لا، فهو عضو في لاكانون 16 تنتهي بتين. تين بالإنجليزية تعني مراهق. المراهق هو كائن أحمق أكبر من الطفل وأطول من الرجل. وجهه يعتبر من أكبر مستعمرات حب الشباب، وسرواله عادة لا يكاد يغطي كالصوه. كلمة كالصو بها 5 أحرف تماما مثل كلمة دجاجة. الدجاج يبيض البيض. تماما مثل الخروف يذكرنا بعيد الأضحى على وزن اللغة العربية الفصحى. ديدين دار قصيدة بالفصحى. أنت عصفور في الرأس بقمامة، أصبحت مكبا للدوامة. لم أختر ليكون ابنك، بل أنت من اخترت يا ماما. أريد أن أكشف ما وراء الجزائر، نريد نورا في الطرقات. أصبحنا كالجثث بدون مبات. لماذا رجالك في الظلمات؟ لماذا نساؤك كالفتيات؟ لماذا أطفالك بالكلمات؟ لماذا شبابك بعاريات؟ لا نريد الدماء بزوارق النجاة، فاللسان سلاح بدون حياة. فليتعبر. هل هذا يعني أن ديدين شاعر؟ هذا البيت الشعري من تأليفي. ألا يا أخي هل رأيت ديدين على وزن تنين. التنين كائن أسطوري ينفث النار. لكي تشعل النار عليك أن تتوفر على بريكي. البريكي يحتوي على غاز البوتان. هلا شعلت موقد البوتان وطيبت لنا طاجين الجلبان. لا داعي للتصفيق. في الأول القرنون والآن الجلبان. ما الشيء المشترك بينهما؟ بالطبع إنه الخبز. كلمة خبز بها 3 حروف و3 نقاط. 3 على 3 يساوي 1. هرم الماسونية به 3 أضلاع. إذا ديدين كلاش ماسونية كونفيرمد. اسم ديغا مان معناه الرجل المصيبة. ديغا على وزن تيقا. هل تعلم أن ديغا تلاقى مع تيقا وتفاهموا على طريقة يهاجروا بها للموزمبيق الشقيقة؟ هل هذا يعني أن لفيديو تاع ديغا ينحوا الديقة